السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك للأخ عبد الحكيم ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. وعندنا مشاركة أبيات شعرية نقول فيها: سلام يا خبرة وترحيب من رشيد، سلام بالله يا الحضور واللي خلف الكواليس يسمعه، بلغوا عبد الحكيم أني أسلم من وريدي للوريد. ويحيى أحمد زكا وقال لي في القصيد ما أفجعه: كانت السمرات مع محمد يحيى عيد يلحق بعد عيد، والسلا في وسط قلبي كم يحدد موقعه، كلما حاولت هجره عدت أفكر من بعيد، بي من الحب الجنوني فوق ما يتوقعه، يوم يرجع من البلاد أعترف به واستعيد أن صوته عذب صافي منيتي أتسمعه. يا العريس عبد الحكيم ألف مبروك من رشيد، يا العريس عبد الحكيم ألف مبروك من رشيد، ليت والطيب جمال والله قد عرس معه، قولوا له أن العرس يهدني فرحا وزيد، وأن عرسك في نخالة هاوس ما أحدا قد وسعه، قولوا له أن العرس يهدني فرحا وزيد، وأن عرسك في نخالة هاوس ما أحدا قد وسعه، جيت أشارك وقلبي قال هات بالله يا الرشيد، ما تخلى عن أفراح سيف كيف بالعقل أقطعه، كل صوت مني يحييه ولو كان بعيد، نبض إحساسه يداوي كل جرح يوجعه، قد تحية لا تغيبي لا تخلي بي رميد، القصيدة ما هي لعبة كل ساعة ترجعه، يا مصطفى اسمع لشاعر وقت يلقى من يريد، لجل فرحك يا العريس يا رب خله تجمعه، وانت يا أخوه محمد جهز جناح، وانت يا أخوه محمد سيف جهز جناحك فوق مدان المشير، طير بعد اللي تحبه واستمعني واتبعه، قد اسمك يا أخي سافر في البيت يلا تستفيد، أكبر إنجاز عملته أن أخوك دائم معه، وأنت يا أخوه محمد سيف جهز جناحك فوق انصار المشير، أكبر إنجاز عملته أن أخوك ما تقطعه، كل نظرة منه تسوى ملك هارون الرشيد، والقمر والشمس عندي ما تساوي أصبعه، والتحية والسلام لشيخنا يحيى المشيد، وليعذرونا من نسيناهم في القوافي من بعد، قلبي المرهف عملني والقوافي والقصيد والقبيلة والثقافة والأمور الموجبة، وانت يا يحيى أحمد باتسافر صباحك لا زبيب، وصل الليلة بقلبي في الهوى دائم معه، قل له أني ما أتحمل لا سلاح ولا حديد، بلغه أني أحبه شوف لي كيف تقنعه، وانت يا يحيى أحمد باتسافر صباحك لا زبيب، وصل الليلة بقلبي في الهوى دائم معه، بلغه أني ما أتحمل لا سلاح ولا حديد، بلغه أني أحبه شوف لي كيف تقنعه، قل له أن الشوق فيني ما بقى له أي يقين، وإن نبض القلب يرفض أي لحظة مبطلة، ما طلبت إلا وصاله واعتذرني له ولي، وإن كتب الله العمر أبقى يكفيني أجمعه، وأنت يا عبد المعطي مشاريعك تذكر كل بيت، وعبد الوهاب ليس ظهرك خير الفصاحة منبعه، معك شورى لهذه الدرجة؟ معك شورى؟ يقول وانت عبد الوهاب مدري ما هو. وانا مناشد واقول وينك يا المهندس احمد علي؟ وينك؟ كلما ناديت المهندس احمد علي قال حاضر يا الرشيد، واستمع مني ونفذ كل مشروع ابدعه.